حبايبي يا حلوين، يا رب تكونوا بهنا وخير وصحة وسعادة. جيت لكم النهاردة في فيديو جديد ومش روتين. هنعمل مع بعض كده حاجة حلوة يا أحلى متابعين في الدنيا. هنعمل مع بعض كيكة، كيكة الفانيليا. بجد بجد حاجة كده، بصوا مش قادرة اقول لكم على طعمها ولا جمالها. فتابع معايا الخطوات كده، وانت ان شاء الله باذن الله هتعمليها يمكن احسن مني بكتير، وهتطلع هشه وان شاء الله ناجحه. واللي بتطلع معاه الكيكه مش مظبوطه، لا بالخطوات اللي انت هتمشي عليها دي بجد هتطلع كيكه اسفنجيه وطعمها روعه. معايا طبعا كوباية من الشوب بتاع العصير. دي اللي هنستخدمها في كل المقادير يا بنات. الكوباية اللي انت هتعيري بيها الحاجة بتاعتك هي اللي انت هتعيري بيها سكر، زيت، اللي انت كل المقادير اللي انت هتعيني بيها هي هتبقى نفس الكوباية. طبعا معايا 3 كوبايات من الدقيق، ويستحسن ان الدقيق يكون عدة وظائف للعجن يعني. انا بستخدم دقيق الكوثر، وبصراحة تحفة تحفة. هو بجد دقيق احلى كتير من الدقيق اللي هو الزيرو، ودقيق كده بجد يعني ينفع لبيتزا، ينفع ل كيكة، ينفع للبسيسة برضو، ينفع لأي حاجة. بصراحة بتطلع هشة وجميلة وطعمها في نفس الوقت لذيذ. بس أنا كنت عندي الورقة بتاعتها علشان خاطر هو يا بنات دقيق الكوثر بيبقى محطوط في ورقة كده، ورق يعني. فعندي كانت بايشت شوية، فحطيتها في قلب الكيس وبعينه يعني في قلب الفريزر. ولما بكون عايزة استخدم الدقيق بطلعه قبلها بنص ساعة علشان يبقى بحرارة الغرفة، وبستخدمه بيطلع بجد الحاجة تحفة. تمام. معايا زي ما انا قلت لكم 3 كوبايات بنخلهم طبعا لحسن مثلا يكون حاجة كده في قلب الدقيق تكتلات. لكن هو بصراحة زي ما انتوا شفتوا كده بيبقى مفهوش يعني اي حاجة، انتوا فاهمين، ما بيبقاش اي تكتلات فيه. بيبقى بصراحة دقيق يعني جميل جدا، وعدة وظايف ليه لذيذة. بس زيادة عن التأكيد يعني بننخله يعني علشان خاطر ايه نتأكد ان هو ما فيهوش اي حاجة. طبعا زي ما انا قلت لكم كده، انا حطيت 3 كوبايات، وهحط معاهم كيك شيف او بيكنج باودر. انا بستخدم بيكنج باودر الملكة، بصراحة انا بحبها جدا اكتر من كيك شيف. بس لو عندي كيك شيف عادي يعني بحط و ذرة ملح. دي في اي عجنة يا بنات استخدمي ذرة الملح، دي هتبقى معادلة للسكر. مش هتبقى الحاجة مسكرة قوي قوي، لا هتبقى الحاجة كده مظبوطة، وهي دوبك رشة بسيطة، مش رشة كبيرة، لا هي رشة بسيطة بس. وبفضل اقلب المكونات دي معايا بالمعلقة كده علشان خاطر البيكنج باودر والدقيق يبقوا كلهم كده واحد، وذرة الملح اللي انا حطيتها. طبعا انا هعملها لكم في الخلاط، وبجد بجد يعني تحفة. مش هتستخدمي المضرب بتاع البيض الكهرباء او اليدوي، لا دي بصراحة بتنجز كتير معاكي. فانا معايا كوباية وربع من السكر العادي يا بنات، سكر تأومين او سكر اللي هو الحبيبات دي، مش سكر بودر، لا سكر عادي. طبعا اللي ما بيحبش الحاجة مسكرة، يعني انا عشان بحب الحاجة مسكرة قوي فحطيت كوباية وربع. لكن اللي مش بيحب الحاجة مسكرة ممكن تبقى كوباية الا ربع، ممكن تبقى نص كوباية، ممكن تبقى كوباية بس، فاهمين؟ ده على حسب طبعا الاذواق. معايا كوبايه الا ربع من الزيت، وزي ما انا قلت لكم الكوبايه اللي انا بعاير بيها هي اللي بعاير بيها كل حاجه. معايا كوبايه الا ربع زيت، ومعايا كوبايه لبن. برضو اللي ما عندهوش لبن ممكن تتعمل بميه، بجد يعني انا جربت كذا مره ان انا اعملها بميه، يمكن احلى كتير من اللبن. تمام. احنا بصي سهلي الامور على نفسك علشان خاطر ممكن يبقى في ناس بيوتها مثلا ما عندهاش لبن دلوقتي، مش متاح، فاهمين؟ فما توقفش مثلا الخلطة بسبب ان ما فيش لبن، لا ممكن تتعجن عادي بمية وبتطلع بجد طعمها رهيب. بس معايا 3 بيضات فحطيتهم، واللي ما بيعرفش يحط البيض بالطريقة دي
يستحسن يعني ان انت تكسريها في طبق صغنن وبعد كده تنزلي عليها بالشفشة علشان خاطر ما تكسريش قشر بيض في قلب العجينة. بس ومعايا طبعا ورقتين من الفانيليا، برضو بستخدم الفانيليا بتاعت الملكة، وده مش اعلان يا بنات، بجد ده انا اللي هو ايه، انا بحب الفانيليا بتاعتهم والبيكنج باودر. بس طبعا حطيت الخلاط يضرب براحته، واضربي على قد ما تقدري يعني وقت كده ما يقلش عن 10 دقايق، فاهمين؟ يعني كل ما تضربي كده كتير في العجينة هتلاقيها هشت وبتعمل بابل كده كتير، وبصي العجينة هتلاقيها اترفعت معاكي او الكيكة اترفعت معاكي، وبجد هتبقى زي كيكة الاسبونج بالظبط. بس طبعا بحط الخليط السائل على الخليط الجاف اللي هو الدقيق والبيكنج باودر، وبنزل بيه وبفضل اضرب بالمضرب اليدوي كده، وما بوقفش بصراحة ضرب، بضرب شوية كتير. يعني اضربي مثلا بتاع 5 دقايق كمان علشان خاطر كل العجينة تدخل جوه بعض كده، وكل حاجة تبقى ماسكة في بعضيها كده. والضرب برضو الكتير هيخليهم ايه، ان هم يهيشوا اكتر، وان الكيكة هتبقى بجد مرفوعة كويس جدا. بس لو انت لسه متابعيني لحد هنا ما تنسيش تصلي على النبي وتكتبي لي كومنت حلو، علشان انا بفرح بكل الكومنتات، وشكرا لكل الكومنتات اللي انتوا بتكتبوها، بجد انتوا ناس زي السكر، فلكم المثل ان شاء الله. ولو انت لسه مش متابعاني دوسي على زر الاشتراك، علشان خاطر انا بنزل فيديوهات وفلوجات وروتينات واكلات حلوة زيكم كده، وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد انا بنزله. وبس كده، بحبكم قوي، احلى متابعين في الدنيا. طبعا جبت الصينية بتاعتي كانت مقاسها 28، وممكن انت تعملي في مقاس اصغر من كده، يعني ممكن انت تعملي في 20 او 22، بجد بتبقى مرفوعة اكتر من كده، بس انا بحب ان هي تبقى 28، بحسها ان هي حلوة في نفس الوقت، مش كبيرة قوي، و بتبقى لذيذة كده. فعلى حسب برضو الأذواق بحط عليها شوية زيت في القعر، وببتدي ان انا اوزع الزيت كله على الصينية، وبعد كده بنزل بالخليط بتاعي اللي انا عملته معاكم طبعا اللي هي الكيكة، وبعد كده بحطها على الفرن. طبعا يستحسن ان انت تسخني الفرن قبليها بنص ساعة، من ساعة ما انت تعملي الخطوات بتاعت الكيكة شغلي الفرن تمام، علشان يبقى الفرن لازم تكون مسبقا سخنة، علشان اول ما تدخلي الكيكة ما تبقاش اللي هي تهبط منك. لو هو مش سخن بجد هتقعد فترة طويلة قوي عبال ما تترفع، وعبال ما تترفع يعني وكده، وممكن تهبط منك. بس طبعا كانت عندي الكيكة خلصت كده، وكان بجد هي قعدت نص ساعة بالظبط. يعني انا كنت حطاها على الرف اللي في النص، وما كنتش مشغله خالص الشوايه، كنت مشغلاها من تحت بس. وهي لما احتاجت ان هي تاخد وش من فوق ممكن انت تشغلي الشوايه عادي تاخد وش من فوق، لكن انا ما احتاجتش ان هي تاخد وش، علشان هي اللهم بارك يعني طالعه زي العسل كده. وبجد بجد دي من احلى الكيكات اللي انا بعملها. كمان انت لو عايزه تعملي كيكه البرتقال في قلب الخلاط كده وانت بتخلطي، تحطي برتقانة كاملة عادي كلها بالقشر بتاعها بكل حاجة، وبجد بجد بتطلع تحفة، بتطلع كيكة برتقان ريحة وطعم مش طبيعي. بس طبعا لكن انا ما كانش متوفر لسه البرتقان، وان شاء الله موسم البرتقان كده في الشتاء هنعمل كيكات كده كتير حلوة قوي بالبرتقان. وانا بصراحة بحب جدا جدا الكيكة في الشتاء، بحس ان هي كده ليها مذاق تاني كده في الشتاء. فانا اول ما الجو بقى خريفي كده شويه بجد بجد حسيت ان انا عايزه اعمل كيكه كده، علشان خاطر انا بحب قوي في الجو ده، او لما بيجي الشتاء بعملها كده مع كوبايه شاي بلبن بقى، او كوبايه شاي او كوبايه نسكافيه، وبتشربيها كده بجد بجد تبقى طعمها ولا يا ولا. فجربي الوصفة كده وبجد مش هتبطلي ان انت تعمليها. يعني انا بصوا بوريكم ان هي بجد مرفوعة وكويسة جدا، بس انا علشان مستخدمة صينية كبيرة شوية فالارتفاع مش عالي قوي،
فانا زي ما انا بقولك، انت لو عايزاها الارتفاع عالي او عايزاها مثلا تعمليها نظام تورته، ممكن تعمليها في 22 او 20، بجد بتطلع رهيبة وبتطلع بجد منفوخة جدا. كان عندي في الفريزر كنت عاملة كريم شانتيه من بدري قوي، يعني ممكن بقاله مثلا شهر عندي، فحبيت ان انا بقى ايه اطلعه كده من الفريزر، وكان مجمد شويه برضو يا بنات. فكنت حطاه كده على الوش، وبجد بجد مش قادره اقول لكم على الطعم. يعني انا كل ما افتكر كده الطعم بجد يا لهوي، عايزه اقوم كده اكل الصينيه كلها. فطبعا لو انت مش متوفر عندك الكريم شانتيه عادي، هي بتتاكل كده لوحدها، وبجد بتبقى طعمها تحفه. بتبقى طعمها فانيليا قوي، علشان خاطر زي ما انا قلتلك الفانيليا اللي احنا حطيناها بجد بتبقى طعمها رهيب. واكون كده خلصت الوصفه بتاعتي. استنوني في وصفات حلوه زيكم وروتينات حلوه، وبحبكم جدا يا احلى متابعين، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهسيبكم بقى دلوقتي علشان خاطر هاخد الطبق ده بالحب قوي، وباي باي.